معلومة جديدة بتقول إنه الشاب اللي قام بالعمل اللي صار في وست بلومفيلد امبارح رايح على محل ألعاب نارية مشتري ب2000 دولار. مش هذا موضوعنا، طبعا احنا بنستنكر الموضوع ومش مع الموضوع، واحنا ضد هذه الأعمال وما بتمثلنا هاي الأعمال. بس ليش لحتى شاب محترم معروف عنه الاحترام في مجتمعه يروح يعمل هيك؟ شو الدوافع؟ ليش ما حدا بيحكي عن الدوافع، بس بنحكي إنه شاب مسلم قام بهذا العمل؟ ليش ما بنحكي انه الدافع مثلا هو الدولة المزعومة، الكيان بيعمل اللي بيعمله في لبنان، وعائلات بتنمسح من السجل المدني زي ما عمل فلسطين؟ ليش ما حدا بيحكي عن التسريبات اللي صارت ومن ضمنها كان ترامب، وعن الأطفال، وعن اللي صار فيه اللي عملوه في الأطفال، وعن طبخهم وأكلهم لهذول الأطفال؟ ليش ما حدا بيحكي عن هاي الشغلات؟ ليش احنا كمسلمين بدنا نقعد نبرر للناس اننا احنا ضد هاي الاعمال، اما هم بيعملوا السبعة وذمتها وعادي تمر مرور الكرام؟ الله المستعان.